طبعا كده زي ما وعدتكم النهارده وصفه جديده من مطبخ وصفتك مع نهى. هنعمل بقى النهارده طاجن لحمه بالبصل، حلو جدا جدا بالبصل المكرمل. يلا نروح على الوصفه ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه طبعا عشان يطلع معاكي ناجح هنجيب بصل، طبعا كيلو بصل، يعني كيلو اللحمه هياخد كيلو بصل. لو هتعملي 2 كيلو لحمه يبقى 2 كيلو بصل. اللحمه قد البصل على طول. هنقطع بقى البصل بتاعنا جوانح بالشكل ده لغايه بقى ايه، شايفه؟ بعد ما اقطعه جوانح هنفرده كده من بعضيه. اهم حاجه تفك البصل من بعضيه. هنجيب بقى حله كده حلوه، هنضيف فيها معلقتين سمنه كبار زي ما انت كده شايفه. واهم خطوه بقى هنعملها ان احنا هننزل بالبصل، كميه البصل بتاعتنا كلها في الحله، وهنقلب شويه كده لغايه اما البصل يدبل معايا. يعني شايف هو عالي ازاي؟ لا كده دبل معايا شويه هيبدا يدبل. ضفت بقى اهم حاجه في الوصفه دي هتديك الطعم الحلو جدا للبصل، اللي هو معلقه كبيره من السكر او معلقتين كبار من السكر. وهنبدا كده نقلبهم بالشكل ده. شايفه البصل ابتدى ياخد لون علشان طبعا السكر، وكمان دبل معايا. هبدا بقى اشيل البصل من الحله بتاعتي دي بالشكل ده، وبعدين بقى هضيف هنا معلقتين سمنه كمان مكان البصل والسكر اللي كانوا بيتكرملوا مع بعض. ونزلت بقى باللحمه، شايفين مكان البصل بقى والسكر بيخلي اللحمه تاخد تشويحه بسرعه كده، لون بسرعه. شايفين؟ هنقلبه بالشكل ده على الجنبين لغايه اما اللحمه بتاعتي تاخد بقى خلاص اللون من الجنبين. هنزل بقى دلوقتي بالبصل بتاعي اللي احنا شلناه، اللي كنا مكرملينه حالا ما في الحله دي. هنضيفه كده بقى على اللحمه وهنقلب بقى البصل. طبعا خطوه اساسيه ومهمه جدا جدا، وهتودي الطاجن بتاعك كده في حته تانية. معلقتين السكر. تمام. هنقلب بقى كده البصل مع اللحمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى هنضيف ايه؟ هنضيف بقى معلقه كبيره من بهارات اللحمه او السبع بهارات، معلقه فلفل اسمر، معلقه كده صغيره ملح. طبعا الملح مش بنضيفه دلوقتي خالص، غير في الاخر علشان اللحمه تستوي معايا. هنرش هنا بقى كده جوز الطيب، وهنزل بمعلقه من الصلصه المعلبه عادي جدا. لو ما عندكيش صلصه يبقى لحم الطماطم، يعني مش عايزه القشره او الجلد اللي من بره. هنقلبه كده كويس، وبعدين هنزل بقى بميه. طبعا هغطيها كده شويه بالميه وهسيبها تتسبك شويه لغايه ما تاخد نص سوا على النار على الاقل. يعني اخر حاجه بقى ما اخدت كده نص سوا، ضفت لها معلقه كبيره من الملح. طبعا في المرحله دي تظبطي الملح بتاعك بقى براحتك. تمام. تشوفي بقى. هنجيب بقى كده الطاجن بتاعنا، هنضيف فيه اللحمه بالبصل اللي احنا عملناهم مع بعض، دول نص سوا لسه هيكملوا تسويه في الفرن. شايفه؟ هنزل بقى باللحمه بتاعتي كده بالبصل كلها زي ما انت شايفه كده، وهضيف عليها تقريبا نص كوبايه من الميه. هضيف نص كوبايه من الميه عليها وهدخلها بقى الفرن. تمام. شايفين بقى ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن؟ عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها حلو جدا، وكمان اللحمه دايبه معاها فيها خالص خالص. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفه دي